بكم متابعينا الأوفياء. إذا نتواجد صباح اليوم الخميس 25 يوليوز 2024 بدائرة فريجة بإقليم تارودان، وذلك في تغطية مباشرة لتقديم عدد من المشاريع التنموية لعامل إقليم تارودان الحسين أمزل والوفد الرسمي المرافق له. تابعونا. سيقوم بإنجاز مشروع لإيصال الماء إلى جامعة الرئيسية حكمة القضاء في والقاضي، وهذا يندرج في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح والشرب الميسر. نسبة المستفيدين تناهز تقريبا 10,000. وبالنسبة لمكونات المشروع فهو يتكون من قناة التي ستأتي انطلاقا من قناة متواجدة بسد الروز على امتداد 31 كيلومتر وبقطر 400 ملم، وستكون أيضا سينجز أيضا 5 محطات للضغط. بالنسبة للمشروع فهو مقسم إلى 8 قسمات، 4 تم فتح أطرفتها، وستبدأ أشغالك إن شاء الله انطلاقا من ديسمبر 2024. أبونس شوية في القصائم هاد هما متعلقين بالتجهيز والكهرباء ديال ستاسيون دوغيز. وبالنسبة الشاطر الثاني هذا متعلق بإنجاز مشاريع لتوزيع الماء في الجامعات. اليوم مبروك كنا غنجيو عند كلشي، ولكن اللهم حتى يوصل هاد نذكروا معكم ان شاء الله. الله يوفقكم اللي تتخص بالحشره القرمزيه على الصعيد الوطني، واللي دارت خسائر فادحه في جميع المناطق ديال تواجد الصبار. اذا الاستراتيجيه، هذا المشروع داخل في الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر في لائحه الامونيه شهر غارس الشهر السابق في تارودان. الجماعات المستفيده شهر العين وطريقنا، المساحه مغروسه 500 هكتار. عدد التكلفه ديال المشروع 3 مليون ديال الدرهم. الاثار السوسيو الاقتصاديه للمشروع ارتفاع رقم المعاملات من 500,000 درهم الى 25 مليون ديال الدرهم، وارتفاع القيمه المضافه من 300,000 درهم الى 11 مليون ديال الدرهم، واحداث 330,000 يوم عمل اضافي. لهذو اصناف مقاومه حيت المخطط الاستعجالي ديال وزاره الفلاحه كان فيه 3 ديال المحاور. المحور الاول اللي هو المحاربه الكيميائيه ديال الاشجار اللي تقاست من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه، والمحور الثاني اللي هو القلع والحرق ديال هذوك الاشجار اللي هي ميته لمنع الانتشار ديال الحشره، والمحور الثالث اللي هو الغرس ديال هذه الاصناف المقاومه. هذا 8 الاصناف السيد العامل هما عطاتها لنا المعهد الوطني للبحث الزراعي. هما اصناف اللي هي مقاومه للحشره القرمزيه، وهما اصناف مغربيه.
يعني هما دابا اللي خدموا عليها الإنغا مع وزاره الفلاحه، وكاينين دابا هذا البرنامج وطني على الصعيد الوطني كامل، ومنها اقليم تارودنت اول مشروع على الصعيد الجهوي هو هذا ديال اركانا وشرا العين، وان شاء الله العام الجاي غادي يكون عندنا 500 قطار اضافيه، والا كان مناطق اخرى اللي هي سوسيبتيبل نديروا فيها مشاريع اخرى ديال السكر غادي ان شاء الله نديروها، وهي اصناف اللي هي كتصبر الحراره وكتصبر كذلك البرد القارس، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الحمايه للتربه وكتعطي واحد الانتاجيه في هذه المناطق الهشه، وان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الاصناف هادو راه غادي تعطي انتاجيه مزيانه، وفيها اصناف اللي هي معده للاكل، وفيها اصناف اللي هي معده كذلك لانتاج الزيوت ديال السكر، وغادي تعطي ان شاء الله قيمه مضافه للمنطقه. شكرا سيد العالم. عيد العرش المجيد يشرف بنا السيد العامل المحترم المرافق له يذكر مجموعه من المشاريع اللي هي مؤكده على مستوى الشدود التربويه باقليم تارودنت. اول مشروع يتعلق باشغال تقويه الصدارات الوطنيه 2011 الرابطه بين اكادير ومراكش طول يناهز 11.8 كيلومتر. هذا المحور الطرقي بحكم انه بالغ الاهميه بعد طريق السيار كيعرف واحد الحركه مرور جد مهمه، بالتالي التقويه ديالو سوف تساهم في تحسين مستوى الخدمه على مستوى هذا المحور الطرقي. الله ونحسنوا مستوى الخدمه ونرفعوا حتى الانسيابيه ديال حركه السير بالنسبه لجميع الانواع ديال العربات. هذا المشروع يعني غادي يضاعف السعه يعني الطاقه الاستيعابيه ديال الماء، وبالتالي غادي يحسن من ولوج الساكنه ديال المركز يعني جميع الدواوير الى الماء الصالح للشرب. هذا المشروع كيهم 7 ديال الدواوير اللي كتشكل الواحه، هنا كنشوفوا في الخريطه غير 5، كاينين واحد 2 اخرين لتحت هنايا وواحد الفوق. كلفه هذا المشروع 4.8 مليون درهم، التمويل من طرف وزاره الداخليه وتتبع انجاز المشروع من طرف الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع. مده الانجاز 10 اشهر. بالنسبه لفتح الاضرفه الصفقه كاينه عندنا في 15 غشت، وغادي تنطلق الاشغال ان شاء الله في شهر شتنبر. كما وضح الخريطه الطابلو اللي كاين في سميتو هاد الدواور كينمو كل من اكريز بوتيزوا بجماعه تيوت، عيد عبد الجليل بجامعه الخنافيف، دوار الرمل بجامعه مصالحين، طوبار بجامعه سيدي احمد عمر، دوار الحمر بجامعه المنقلشه، سيدي وخسر بجامعه الدير، المركز تاع جامعه المنزله، دوار ويت كراهن بجامعه المولاس، دوار مقدود بجامعه تيموبا، دوار تدرت بجامعه اربوط، دوار كنغرمت بجامعه اي في دي، ودوار تدرت بجامعه سيدي حباب. هذا المشروع عنده هدف اساسي اللي هو التاسيس تاع الاجهزه اللي ديجا هما كيزيستون في المنظومات ديال التجويد مو بوطابل في الطواوير، والمجلس هذا يعمل باش يكون سيستيم داليمونطاسيون بالطاقه الكهربائيه لواحد السيستيم اللي يعتمد على الطاقه الشمسيه. بالنسبه للبريستاسيون اللي غيكونوا في هذا البروجي هذا، فراه المجلس هذا يعمل على تزويدات في الشاطر الاول تاع المشروع اللي كاين هذا 14 الجامعه 417 البانو سولير،
نشر فارياتور محول كهربائي يعطى واحد المدخل عائمة في المواطن ضمن جماعة تيجي جميع الأسلاك الكهربائية مرافق بين المجموعات مختلف الأجهزة وواحد كلوتير بالكرير في الخط ديال الطوابير. والديلي تيستيمي في واحد 6 شهور ان شاء الله باش يكونوا جميع لي لوكاليتي فيهم جميع لي بريستاسيون اللي هما ديجا ديفيني. بالنسبه للساكنه اللي هي مخصصه لهذا المشروع هي 17558 ساكن. وهذا المشروع عنده هدف اولي اللي هو تخفيض التكلفه الفاتوره الكهربائيه وتحسين تزويد الضوابط للماء الصالح للشرب. غادي نكملوا لو دوزيام شيمينمون اللي غيدينا لهاد لا بلاص اللي غادي تكون في هاد البلاصه هادي افيك ان بيدجي ديال 5.65 مليون. دابا اوني في لا فاز ديال لوفيرتور ديال لي بلي. لا سيرفاس ديالها 2800 متر كاري، غادي يكون فيها دي كيوسك، بلوك سانيتير، لوكال بور ايفينمون ديال تقريبا 30 متر كاري وان تياتر اون بلان اير. دونك هاد البروجي هذا il est tout aussi ambitieux que le premier باش تكون une boucle complète où il va compléter le premier projet. Donc on a comme les visuels pour voir déjà à quoi va ressembler le projet Inch'Allah. Pour l'instant, d'abord on a fait l'ouverture des plis, mais les travaux ne devront pas dépasser 6 mois normalement. نجد راني رئيس جماعة الترابية تيوت كنت تردنت. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى المواكبه ديالكم لهذا المهرجان وفقرات المهرجان كذلك. اليوم كيف كنشوفوا انه تم افتتاح مهرجان جران تيوت في دورة الطاقة الشمسية. هذه المشاريع الأول ممول من طرف وزارة الداخلية المتعلق بقطاع الماء، ثم كذلك الثاني ممول من طرف جهة سوس مسا، والمشروع الثالث المتعلق بتزويد نقاط جلب الماء بالطاقة الشمسية ممول من طرف الجزء الإقليمي لعمل التردد. يعني الفقرات ديال المهرجان متنوعة ما بين المعرض وما بين السهرات الفنية وما بين فن التبوريضة كذلك اللي ضفناها هذا العام، واللي غادي يكون بدون شك واحد إضافة نوعية. كذلك غادي يكون واحد مجموعة ديال الفقرات وديال الندوات العلمية اللي كتهم يعني قطاعات ذات الصلة بواحد تيوت، منها مثلا القطاع ديال الماء، سواء الماء يعني المخصص لأغراض الفلاحية، وكذلك القطاع ديال الماء المخصص للشرب. ثم كذلك كاينه ندوة أخرى تتعلق ب واحد تيوت المشاريع التي سيتم تنزيلها على أرض الواقع، وكذلك المشاريع التي سيتم الاشتغال عليها في أفق 2030 استجابة أو مواكبة للمشاريع اللي غادي تعرفها بلادنا بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030. يعني تيوت كيف كتعرفوا هي فضاء سياحي بامتياز بحكم توافر واحد المجموعة ديال السياح الأجانب والوافدين كذلك من جميع ربوع المملكة، نظرا لغناها بالثروات المائية ولله الحمد، كذلك بغناها بواحتها الفريدة داخل النسيج الواحي المغربي، كذلك غناها كذلك واحد الكمية أو واحد المخزون مائي هائل. وبالتالي كل هذه سيتم استثمارها والاشتغال حولها من أجل يعني خلق واحد المجموعة ديال المشاريع التنموية اللي غادي تواكب كيف قلت، سواء المشاريع التنموية ذات اللي غادي يكون عندها نطاق مباشرة على الساكنة، وكذلك اللي غادي يكون عندها واحد تاخذ واحد المسار تكميلي مع المشاريع الأخرى اللي غادي تعرفها بلادنا بمناسبة تنظيم كأس العالم. يعني واحد تيوت كيف كتعرفوها يعني هي المتنفس الوحيد الإقليمي لما أقول الجهة، باعتبار توافر واحد مجموعة ديال العائلات ومجموعة ديال الزوار على الواحة، على فضاءة الواحة، على فضاءة الصهاريج، يعني خاصة الظروف المناخية والحرارة المفرطة. وبالتالي حنا في تيوت يعني الساكنة ديال تيوت اللي معروف عليها حسن الاستقبال وكرم الضيافة، أنها يعني كترحب بالجميع سواء من خارج الوطن أو داخل الوطن. فنقول للجميع مرحبا بكم، مهرجان تيوت يرحب بكم، وتيوت بصفة عامة ترحب بكم، وشكرا.